كل التحية يا بنات. الفيديو ده بس عشان اوريكم شلة الخيط المالونيه ممكن تعمل ايه. الشلة كاملة تعملي الوردة دي بالفوليوم ده عشان انا عايزاها عالية، لكن لو احنا عايزينها مش عالية ومدية كثافة بالشكل ده هنعملها على 3 فتلات. هنفك الخيط ونعمله زي الوردة الحمراء بالشكل ده. الوردة الحمراء دي خدت مني نص شلة، لكن الصفرة خدت مني شلة كاملة لان انا عاملاها بال6 فتلات بتوعها. انا جايبه المالونيه ده او القطن ده صيني. شكرا ليكم. فيديو النهارده لحشو الزهور او البتلات، هنعملها بطريقه كده تخلينا ما نسيبش فراغات، وكمان في نفس الوقت نبقى حددنا البتله بشكل فيه اتقان اكتر. بعد ما بنعمل الخطوط العريضة نبتدي بقى نعمل الحشو العادي، وعلى فكرة دي فتلة كاملة، يعني بال6 فتلات الصغيرين الملفوفين على بعض. لما بنكون عايزين الفوليوم عالي او البتلة تبقى عالية وشكلها الفوليوم بتاعها عالي، بنعمل بالفتلة كاملة ما بناخدش منها جزء. وده اللي انا قلته في الفيديو اللي فات، يمكن تكونوا متابعين او مركزين شوية، ان الوردة لما بنكون عايزين تبقى 3D شوية نعملها بفتلة كاملة من اللي هو الخيط المالوني، ما بنحاولش ان احنا نرفعه، لكن ممكن نقدر نعمل فروع الشجر بفتلتين او 3. الطريقة دي على فكرة سهلة، تقدر تخليكي تعرفي تحديد الوردة، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه فراغات ما بين الخيوط وبين بعضها، وهتطلع بشكل منسق جدا. يا رب تكون فاهمين قصدي والشرح يكون وافي. كده احنا ملينا الوردة بالكامل، شايفين مفيش اي فراغ فيها تماما. كده بقى عندنا اساسيات صح ومحددة بشكل واضح، مفهوش اي لبس. هنيجي نعمل كمان ايه قلب الوردة. دايما في الغالب بنعمل اللي هي الغرزة الفرنسية او العقدة، لكن المرة دي مش هنعمل كده، هنعملها بشكل مختلف. هنسيبها بالشكل ده تبقى مدينا شكل لطيف وشكل حلو وشكل جديد كمان. هي طبعا الغرزة مش جديدة ولا حاجة، بس يعني المتعارف عليه دايما بنعمل عقد وغرز وكده، لكن دي برضو هتدينا شكل فوليوم عالي وشكل حلو. شكرا ليكم.